أول ما دعت الرسل إليه هو توحيد الله. فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له. ثم إن بعض المتأخرين ألحقوا بها شرطا ثامنا وأخذوه من هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفروا بما يعبد من دون الله، فجعلوا هذا شرطا ثامنا ونظمه بقوله: وزيد ثامنها الكفران منك بما يؤدي من الأنداد كالحلها، أي جعل هذا شرطا ثامنا وهو أن يكفر بالأنداد التي تعبد من دون الله. الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.